صباح الخير يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو انتي اول مره تشوفيني، انا ايمان ماهر، فضلا وليس امرا. يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وخشي بقى خدي لك لفه في القناه كده، هتعجبك جدا، فيها شويه حاجات كده حلوه قوي. النهارده ان شاء الله هاخدكم معايا في اليوم بتاعي كله. نازله رايحه الشغل بتاعي ورايا حاجات في البيت هعملها واظبط دنيتي كده، ونقعد نتكلم مع بعض شويه. تمام. يلا بينا بقى نبدأ يومنا ونشوف حلاوة اليوم بتاعنا الجميل ده، واصور لكم المنظر اللي انا بصحى عليه الصبح الجميل ده كل يوم. الحمد لله، ربنا يديمها نعمة علينا يا رب. ويلا بينا واستنوا بقى. هستنى رأيكم في الفيديوهات، واستنى الكومنت بتاعكم، واستنى اللايك الحلو بتاعكم. ما تنسوش تدوسوا لايك. بحبكم جدا. استنوني. يلا بينا نشوف اللي ورانا. وهنا بقى دخلنا، حبيت ان انا اعمل لكم مقدمه مختلفه. وحشتوني بجد جدا جدا جدا، وشكرا جدا لكل اللي بيتابعني جديد، وشكرا واهلا بيكم، نورتوني وكبرتوا القناه بيكم. ويا رب دايما متابعتكم مستمره باذن الله، واستنى تعليقاتكم زي ما حضراتكم بتبعتوا لي كومنتات حلوه وجميله. ربنا يبارك لكم يا رب، وليكم جزيل الشكر بجد وحياه ربنا. لان القناه بتاعتي بدات تنتشر شويتين ثلاثه، وان التعليقات بدات تزيد، وان اللايكات بدات تزيد. شكرا جدا جدا لكل اللي بيدوس لايك. ربنا يخليكم جدا، والله بحبكم في الله قوي قوي قوي. من غير ما اشوفكم بجد بحبكم قوي. شكرا وشكرا لكم، وشكرا ربنا في الاول وفي الاخر، ثم ان هو خلى حضراتكم تتابعوا قناتي وتعجبوا بيها، وشوف منكم التعليقات الحلوه دي. بجد ربنا يبارك لكم، وشكرا لكم جدا. المهم بقى، انتوا وحشتوني قوي 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 قوي. دي حاجه، وحشني كلامكم الحلو بجد. واسفه للتاخير التلات اربع ايام دول، بس انتوا عارفين ان انا كنت في دراسه. الفيديو ده متسجل بقاله كام يوم. بس والله كنت مش عارفة اقعد في البيت عشان اعرف انزله. كنت بنزل الدراسة بتاعة التدريب من الساعة 7 الصبح، لان معادي فيها الساعة 9. تمام. وبرجع الساعة يعني بخلصها وبروح على التمارين بتاعتي في النادي على شغلي. ان هي بتخلص الساعة 5 او 6. فعبال ما بروح التمارين يا دوبك بخلص التمارين 9 10 بالليل، وعبال ما ارجع بيتي يا دوبك نعمل عشاء وناكل. معلش انا اسفة. ونرجع ناكل وكده يا دوبك نخش بعديها بسافر. اصحى الصبح نفس الكلام، ان هما كانوا 3 4 ايام الاسبوع ده، و3 4 ايام الاسبوع الجاي. وصورت لكم والله شويه مقتطفات منها كده، وان شاء الله هتشوفوا منها فيديوهات حلوه جدا جدا. بس والله انا مش عارفه اقعد امنتج، لان فعلا والله ما عندي وقت نهائي، ما بين البيت وما بين امينه وما بين جوزي طبعا سامر، وما بين شغلي، وما بين ان انا بذاكر الحاجات دي، ويعني فاهمين الحضور والحاجات دي كلها. والله بجد غصب عني قوي. دعواتكم جدا ليا، وبجد يعني شكرا قوي لكل اللي دخل جديد وقال لي انا عجبت بقناتك قوي، واحنا متابعين ليكي جداد. وشكرا للي دخلت قالت لي، انا والله ما فاكره اسماء عشان ما حدش يزعل مني، بس اوعدكم الفتره الجايه هبتدي اسجل اسماء قدام مني، كل واحد يكتب لي كومنت حلو هشكره بصفه خاصه، يعني باسمه خاصه. يعني اللي يكتب حاجه كومنت يا ريت والنبي يقول لي اسمه ايه او اسمها ايه، عشان اشكرها بصفه خاصه. لان انا فعلا والله ما بلحقش احفظ الاسامي. يعني المره الجايه ان شاء الله، او الفتره الجايه هبتدي اقول واحد اسم كل واحد فيكم ان شاء الله. المهم، فشكرا بجد والله اللي انتوا دخلت واحده قبل كده قالت لي انت بجد قناتك تستحق تكبر من كل الطرق، انت زوجه مثاليه وام مثاليه. طبعا هو دي وجهه نظرها وفوق دماغي جدا جدا، وادتني باور رهيب. انت ام مثاليه وزوجه مثاليه وست شاطره، وسنك صغير وبتعرفي تشتغلي مع بيتك وتوفقي ما بينك وما بين بنتك، ومحافظه على نفسك ومحافظه على بيتك وبنتك وجوزك. ربنا يبارك لك فيهم. بجد ربنا يبارك لك جدا جدا، وشكرا. بتقولي الناس اللي زيك دي اللي تستحق ان احنا نقف جنبها ونكبرها ونساعدها بمجرد مشاهدتنا واللايك اللي احنا بندوسه. فبجد شكرا جدا ان ده اللي جواكي ليا، ودعم رهيب نفسي قبل اي حاجه تانية. والله يعني مش قادره اقول لك انا خدت دعم نفسي قد ايه من الكومنت اللي انت قلتيه ده. شكرا جدا 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 فوق مما تتخيلي. ربنا يبارك لك في حياتك وفي ولادك، ويخليكي ليهم ويخليهم ليكي، ويجعلهم قرة عين ليكي يا رب. شكرا بجد والله، اديتيني دعم وباور نفسي رهيب جدا. عارفين ان الواحد لما تحسي مثلا انت كست، مثلا بتحسي انت تقعدي تعملي حاجات فرضا في شغلك. تمام. انا اليوتيوب ده يعتبر باخده جزء تاني من شغلي، فاهمين قصدي؟ طيب. لما بتقعدي بقى تعملي حاجات في شغلك كتير كتير في مكان شغلك مثلا، وتلاقي ان المكتب بتاعك مثلا مش مقدر الشغل اللي انت بتعمليه، او شايفه خلاص وتمام مفيش مشكله، فتحسي ان انت
شغلي انا عامله شغل كويس والله وتعبت فيه جدا، فانا لما تقدريش عليه بتحسي ان انت نفسيا كده طب خلاص انا ممكن ما ابقاش مستمره بنفس المجهود ده تاني يعني. لكن لما بتسمعي كلمه حلوه بتبقى عايزه تاكلي الدنيا وتعملي فيديوهات اكتر واكتر واكتر واكتر. انا بتكلم عن نفسي. انت بقى لو في شغلك فرضا لو جوزك قال لك الاكله دي حلوه هتحسي كل يوم انت عايزه تخترعي له اكله جديده، مجرد بس ان هو بيقول لك ان هو بيقول لك الاكله دي حلوه، فخلاص انت بالنسبه لك خدتي باور ان انا عايزه كل يوم اعمل اكل حلو، كل يوم اعمل اكله جديده وحلوه عشان اسمع منه كلمه حلوه. فبجد والله الكلمه الحلوه دي بتفرق جدا، وخاصه معانا احنا كستات جدا فوق ما تتخيلوا. بس انا اسفه لو طولت معاكم في الكلمتين دول، بس والله انا فعلا نفسيا مبسوطه جدا، اللهم لك الحمد وربنا يديمها نعمه عليا يا رب، ويديم نعمه الراحه النفسيه علينا كلنا ان شاء الله باذن الله. لان بجد الراحه النفسيه دي بتفرق جدا جدا فوق ما تتخيلوا، مع كل ست بيت بالاخص، وكل ام او كل انثى عامه، بس بالاخص الام اللي عندها اطفال وراجل وشغل وحاجات وغير الشغل. والله احنا مسؤوليه بيوتنا لوحدها، يعني ان انت تنجحي بيتك وتنجحي ولادك وتنجحي جوزك وتنجحي حياتك وبيتك تبقى مستقرة ومستورة والحمد لله مفيش حرمان في بيتك وماشية بعقل وماشية برضا ربنا قبل اي حاجة. الحاجات دي فيها توازن رهيب جدا، وهنتكلم عنها ان شاء الله باستفاضة اكتر في الفترة الجاية بفيديوهات خاصة على الحاجات دي الفترة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله بس ارتكز شوية من الدوشة اللي انا فيها دي وتهدى عندي شوية، وان شاء الله ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى في فيديوهات مش محتواها روتين بس، محتواها نقاش وحاجات. انا ممكن يكون سني صغير، وطبعا كلنا ستات وبنات ما بنكبرش، احنا سننا طبعا ما حدش فينا بيجيب ال30، احنا كلنا في العشرينات. المهم بصوا اقول لكم هنا بعمل ايه ونرجع نكمل كلامنا في حاجة ملهاش شرح. تمام بصوا، انا غسلت المواعين وخلصت شطبت المطبخ، غسلت البوتاجاز والحاجات دي كلها، وقلت اعمل لهم حبه كيكه، حته كيكه كده نفطر بيها، لذيذه وحلوه وجميله كده، والدنيا تبقى ظريفه يعني، تغيير تقليدي عن ان احنا فول وطعميه والكلام ده. قلت كيكه كده بالشوكولاته حلوه وجميله مع كوبايه شاي او كوبايه لبن وزي الفل. تمام. طب عملت ايه يا امان؟ بصوا هو المقادير انا عملتها لكم كلها وردها لكم. كوبايتين كوبايتين دقيق، كوبايه سكر، كوبايه لبن، حلو كده. الكوبايه هي واحده في كل حاجه. 3 معالق، هكتب لكم برضو المقادير دي في صندوق الوصف. 3 معالق كاكاو، بيضتين، نص كوبايه زيت، حلو كده، وباكو فانيليا وباكو بيكنج باودر. تمام. دي المقادير بتاعتنا، هقولها تاني: كوبايتين دقيق، كوبايه لبن، كوبايه سكر، حلو، بيضتين، 2 بيضه، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا. يستحسن مع كيكه الشوكولاته ما تحطيش فانيليا سايله، خليها فانيليا باودر. تمام. ومعاهم 3 معالق كاكاو خام اسباني مش محلى، حلو. طبعا بننخل الدقيق وننخل الكاكاو وننخل البيكنج باودر مع بعض، وذره ملح طبعا عشان خاطر ايه الحاجات دي كلها. المهم طب انت بتعملي ايه هنا يا ايمان؟ حطيت السكر، اللبن، الزيت، الكاكاو، كنت معايا 3 باكو هوز. تمام، لان هي دي كيكه الهوز. فال3 باكو دول خدت منهم 2 باكو حطيتهم في البتاع دوت، وخدت منه كوبايه صوص شوكولاته وسبتها على جنب، والباقي كملت عليه، خدت البيض فيه. تمام. بعدين عندما تيجي تعملي الصوص عشان ناخد منه الصوص اللي هنسقي بيه الشوكولاته ما بتحطيش عليه البيض، فانت بتحطي الاول تضربي في الخلاط او في الهاند بلندر او بمضرب الكهرباء اللي متوفر عندك كوبايه السكر، كوبايه اللبن، الكاكاو، نص كوبايه الزيت. بتضربي كل ده مع بعضه، حلو. تاخدي منهم كوبايه على جنب تسيبيها، وتحطي بعد كده البيض عليها، وتحطي الفانيليا زي ما انت طبعا بننزل بيض ننزل فانيليا على طول، واضربي كويس قوي قوي قوي. تمام. هكتب لكم المقادير كلها ان شاء الله في صندوق الوصف. حلو كده. هتطلع الكيكه دي روعه 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 والله، طعمها حلو جدا، والصوص الشوكولاته غني فيها جدا، وطعم الشوكولاته وطعم الهوز حلو قوي قوي فيها بجد، تجربه مش هتندمي عليها. هنا بقى كنت نخلت الكوبايتين الدقيق والبيكنج باودر ونزلت عليهم بالخليط بتاعنا. قلبي كويس قوي، وطبعا لازم اقلب في اتجاه واحد وكلنا عارفين كده. هتقلبي كويس قوي في اتجاه واحد، هتلاقي العجينه الخليط، معلش انا اسف، هتلاقي الخليط تقيل معاكي ولا اي حاجه، زي ما انت استمري. لان الكاكاو ان كيكه الشوكولاته عامه بتبقى غير كيكه الفانيليا، كيكه الشوكولاته بتبقى تقيله شويه. تمام. هتجيبي بقى الصينيه اللي هتتعملي فيها او القالب ايا كان، الصينيه بتاعتك هتبقى مقاس 24 او 26 بالكتير.
تمام. هتدهنيها كويس قوي لو هي صينيه ألمونيا او من النوع اللي ممكن يلزق او اي حاجه، يعني ربما افضل لك اديها لحسه زيت كده، لحسه سمنه، اللي انت عايزاه، دهنه كده بسيطه من الزيت والسمنه، الحاجه اللي تريحك سواء ده او ده مفيش مشكله. تمام. انزلي بقى بالخليط بتاعك في القالب بتاعك. انا بحب اعمل لما بكون هعمل كيكه شوكولاته واحط عليها الصوص، بحب اعملها في القالب ده قوي. ليه بقى؟ بتنزل كده في الجوانب وبتنزل في النص وبتبقى قمر بصراحه. فاهمين قصدي؟ بس هتنزلي. طيب انا يا ايمان مش عارفه اعرف مقاسات الصينيه بتاعتي ازاي، انا ما اعرفش، مش مكتوب عليها، مش مترقمه، فما اعرفش. طيب هقول لك على حاجه هتعرفي ازاي. بصي يا ست الكل، الخليط بتاعك ما يعديش نص الصينيه، اخره لما تحطيه كده يبقى جايب نص الصينيه. بص المنظر، شايفين نص الصينيه فين؟ بس ليه بقى؟ عشان لما يستوي يطلع لحروف الصينيه. لكن انت لو خليتيها اكتر من كده، يعني لو واخد 3/4، بص لما استوت طلعت لحرف الصينيه، خلاص شكرا. لو عملتي بقى الخليط اكتر من كده في صينيه اقل من كده، اصغر من كده، فهتطلع الخليط معاكي عالي، فلما تيجي تستوي هتطلع بره الصينيه اساسا وتبقى شكلها مش مظبوط. ونفس الكلام لو اكبر هتلاقيها ما بترتفعش، لان هي تبقى واخده مساحه اكبر في التسويه. فاهمين قصدي؟ بس فده بقى ايه الصوص، كوبايه الصوص اللي احنا نزلناها بقى، بصوا اللي احنا سيبناها في الاول من الخليط، بصوا بقى المنظر. طيب بنسيبها قد ايه في الفرن يا امال؟ بصي هو اي كيكه المفروض بتقعد من 20 ل 25 دقيقه، بس بتختلف من فرن للتاني. فانا في الفرن عندي قعدت 20 دقيقه بالظبط او 18 دقيقه، وبدات اختبرها. تمام. بختبرها بخله شيش طاووق، بدخلها في النص كده في حته صغيره، افتحش الفرن للاخر عشان ما ادخلش هواء للكيكه وتهبط. فاهمين قصدي؟ بس. وها هو الحلاوه والجمال، كوبايتين شاي كده انا وابو امينه تمام. وامينه عملت لها كوبايه لبن، وقطعنا بقى الحلويات دي. بصوا بقى، بصوا بقى، بصوا بقى، اثبتي بقى يا ست انت، ايه رايك؟ لا والله العظيم طعمها جامد جدا جدا جدا، حياة ربنا. طبعا قبل امينه ما سكتتش، يعني امينه ما سكتتش لما حطيت لها الصينيه نفسها قدامها. بصوا بقى من جوه عامله ازاي، وهشه ومش مكتومه ومفرغه وحلوه جدا، طعمها بجد فوق الفظيع. بجد مش تندمي، جربيها لاولادك. يوم خميس بقى اعملها لهم اخر النهار. انتي بصي يعني نصيحه مني، خلي كل اسبوع في صينيه او صينيتين كيكه بيتعملوا في الاسبوع لاولادك، فطار غدا فطار عشاء، في وسط اليوم عايزين ياكلوا حاجه حلوه فاديهم قطعه كيكه. صدقيني بتفرق جدا واحسن بكتير قوي ما ينزلوا يجيبوا حلويات من بره. خلي في الاسبوع في صينيه صينيتين كيكه، مره اعمل رز بلبن، يعني الحاجه اللي تقعد معاكي يومين، يعني الحلويات اللي تقعد معاكي يومين وثلاثه. فاهمين قصدي ايه؟ الرز بلبن هيقعد معاكي يومين ثلاثه حسب العدد الافراد اللي عندك. الكيكه تقعد معاكي، صينيه الكيكه تقعد معاكي على يومين لو فطرتوا منها ولا اتعشيتوا منها، ولا اولادك خدوا حته في النص ولا حاجه. ودي كانت الحلويات بتاعتنا، وكان القمر بتاعنا بجد. جوزي كان مبسوط جدا ان الفطار اختلف، وكلناها ما شاء الله، كلنا نصها تقريبا في الفطار، وما شاء الله كانت زي الفل حياة ربنا. تمام. بس خلصنا بقى فطرنا وخلصنا حالنا ونزلنا، رحنا على شغلنا تمام. بس ده طريق شغلنا. احب اقول لكم ان انا بحب اصور السما قوي وهو سامر سايق. انا بقول لكم باي باي اهو، عشان انتوا بحبكم جدا والله. بصي طريق السما ده لما بتكون السما باللون ده والسحاب كده، بجد بنبسط قوي قوي قوي. انا شايفاها في التوقيت بتاع اللي هو الساعة 5 6 اللي الشمس راحت فيه دوت، والنهار صافي كده والدنيا زي الفل. المهم ده بقى كنا احنا دخلنا النادي عندنا خلاص. ودي الانسه بتاعتي الحلوه اللذيذه بتجري طبعا. هي مجرد ما بتخش من مجرد ما بننزل اصلا من العربيه قدام بوابه النادي، هي الامن اصلا ما شاء الله الله اكبر. عارفها انا تقريبا، امينه هي الكارنيه بتاعي في النادي، فانا بخش بامينه يعني. المهم دي الملاعب بتاعتنا. فكنا لسه ده خلاص الليل بدا يليل اهوت، فكنت بوريكم ان احنا خلاص داخلين التمرين، والحمد لله خلص التمرين على خير. هنا بقى كنت بتكلم معاكم، بس انا ما طلعتش بالصوت بتاعي لان كان في دوشه جنبي كنتش تسمعوني، ففضلت ان انا اسجل لكم اصلا الكلام اللي انا كنت بقوله في التوقيت ده. خلصنا بقى تمرين، انا بقول لكم ان احنا خلصنا تمرين الحمد لله وخلصنا ومشينا. سامر انا كنت بقول له انا جعانه جدا جدا جدا، فراح قايل لي طب يلا تعالي انا هعزمك على حاجه انت بتحبيها قوي. انا بعشق حاجه اسمها شاورما الريم، بجد حلوه جدا جدا جدا. اللي يعرفها او ما يعرفهاش يحاول يعمل سيرش عليها، واقرب مكان ليه الدنيا تسمح معاكي روحي خدي ولادك. اسعاره حلوه جدا جدا، ووجباته حلوه، وطعمه حلو قوي قوي. يعني ممكن انت وولادك ب 200 جنيه ولا 300 جنيه تاكلوا وجبات انتوا انتوا الست، لو ست افراد مثلا ب 200 300 جنيه كل واحد فيكم هيجيب وجبه وهيتبقى منها. اقسم بالله ب 200 و 250 جنيه خمس ست افراد هياكلوا ويشبعوا. انا وسامر بناكل بنص المبلغ تقريبا يعني.
فبجد حلو قوي. هنا بس انا كنا كلنا ما قدرناش نمسك نفسنا، فكلنا بصراحه. بصوا سامر وامينه وانا، وكنا ايه، قلت له خلاص احنا طب نصور للناس طيب، بس الحمد لله كانت زي الفل والله. وكان ده العشاء بتاعنا، اتعشينا بره البيت، ربنا يبارك له ويخليه لي يا رب، ويخلي لي امينه ربنا يبارك له. قال لي لا انت تعبتي النهارده وكفايه اللي انت عملتيه في البيت، لما تروحي مش تقدري تعملي حاجه، تعالي ناكل حاجه سريعه كده. فروحنا اتعشينا بسرعه كده وقعدنا بسرعه هناك، كلنا وخلصنا وروحنا، وده كان طريقنا واحنا مروحين. احب اقول لكم ان انا بحبكم جدا، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. وما تنسيش تدوسي لايك وتكتبي تعليق حلو منك، واشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبحبكم في الله جدا. مع السلامه.